بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنبدا نطبق كل الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديوهات اللي فاتت في الجايد جروم والجرومينج جوه الهوديني، ونحاول ان احنا نعمل هير ستايل. مش هيبقى معقد قوي، ولكن هيبقى حاجه بسيطه نطبق بيها اللي احنا قلناه في الفيديوهات السابقه، بحيث ان احنا نشوف اللي احنا عملناه ده عملي قدامنا. وده هيكون الهير ستايل اللي احنا نعمله، يعني حاجه مش معقده قوي ولذيذه كده. فيلا بينا نبدا. اوكي، في البدايه احنا محتاجين السكالب او الهيد اللي احنا هنبدا نعمل عليها الشعر. فهنيجي جوه الاوبجكت ليفل وهكتب جيو وندوس انتر مرتين كده، وهنكتب هنا الهيد ريست بالشكل ده، ونخش جوه الجيومتري ده وهنجيب التست تومي او ممكن التمبلت هيد ديت ندوس عليها كده، وهيجي هنا ندوس سبيس اف بحيث ان هي تدينا الهيد بالشكل ده قدام. فده هيبقى البيز اللي احنا نبدا نشتغل عليه ان شاء الله. نبدا ان احنا نظبط له السكين والفي دي بي. فنيجي هنا كده نعمل بلاست، نخش هنا كده نختار بريميتيفز ونختار من هنا كده. هو طبعا في من جوه اجزاء، فهاجي على الجزء ده وندوس كده انتر. بعدين هدوس هنا جوه الفيو بورت ندوس انتر، بعد كده ندوس 4 دبل كليك تاب بلاست بالشكل ده كده. وهل عندنا حاجه تانية؟ اي ثينك ان الدنيا تمام، كل دول اللي جوه 100. بعدين هنيجي على النتورك فيو واكتب بولي فيل ونحطها في التري هنا كده، ونخلي المود التريانجل فان بحيث ان هو يعمل لنا من تحت ومن فوق بالشكل ده كده. بعدين هنعمل سب ديفايد ممكن مرتين بالشكل ده. نيجي على دول هدوس ال بحيث ان هم يعمل لهم الاينمنت بالمنظر ده كده. وديت هتبقى نجيب النال ديت، يعني زي ما قلنا قبل كده ان هي حاجه بتبقى موجوده، هي ما بتعملش اي حاجه، ولكن هي بتبقى حاجه تنظيميه كده موجوده عندنا جوه البرنامج، بحيث ان احنا نعرف ان ديت النهايه بتاعت التري بتاعتنا، ونبدا ان احنا نخلي الدنيا فيجوالي مقريه يعني قدام. هنكتب ده نسميه هيد سكين اوت. وبعدين هنيجي على ده واقول له في دي بي from polygons، نعمل دي كده ونقلل الفوكسل سايز، نعمل في دي بي سموث، ممكن نقلل الفوكسل ده نخليه مثلا 0.8 حاجه كده. بعدين هناخد دي الت نسحب هنا كده وهنسميها في دي بي هيد في دي بي اوت، ونديها لون احمر بالشكل ده كده. اوكي، ودايما نخلي الاوتبوت بتاعنا تحت السكن بالشكل ده كده. اوكي، ونعمل ال بحيث ان هم يبقوا منظمين عندنا بالمنظر ده كده. هيبقى ممكن نطلع الاوتبوت دي تحت هنا كده. ده كده هيبقى لو عملنا شيفت او ونديها لون وليكن كده، هنسمي ده الهيد. وهنيجي بالاوبجكت ميرج وانا عامل عليها سيلكت، هنختار الهيد سكين اوت ونحطها في الاوبجكت دي ونديها برضو لون ازرق، وممكن برضو نديها نفس الشيب بحيث ان احنا نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. نسمي دي كده سكين، وهنوصل دي بالاوتبوت تحت هنا كده. اوكي بالشكل ده. وهيبقى المكان ده اللي هنعمل فيه الاتريبيوتس او هنعمل فيه الماسكات بتاعتنا اللي هينبت او هينبت منها الشعر. فلو دوست كده رايت كليك وعملت اتريبيوت بينت هنا كده، هنسمي ده، نروح اول حاجه على السيمتري نيبل السيمتري، بعد كده نعمل اتريبيوتس وهنسميه هيد من غير كابيتالز بحيث ان انا ما اتلخبطش، لان الاسامي جوه الهوديني سنسيتيف للكابيتال وكده، فهنخليها من غير كابيتال. وهنسمي دي ماسك بالشكل ده كده. ونروح على البرش، وفي ال 3 دي فيو لو انا عندي دي مش شغاله، فانا اكيد دايس كده سبيس، او انا في الفيو محتاج ان انا وانا اعمل على الاتريبيوت بينت ده اروح اقف في ال 3 دي فيو وادوس انتر، فهيبان الماسك ده. بعدين نبدا ان احنا ندي الالوان بتاعتنا طبعا عشان السيمتري شغاله. فيعني احنا هنعمل حاجه مبدئيه كده، ولكن هنعدلها بعدين لان هي محتاجه يعني باك، يعني احنا نروح كده ونيجي ما بين النتوركس بحيث ان احنا نظبط الشغل بتاعنا. ولكن احنا بس هنعمل حاجه كده مبدئيه الشعر يخرج منها، بعدين نبدا نظبط الدنيا عندنا. نعمل الجزء بتاع السوالف ده برضو. وفي الاماكن الضيقه دي انا باجي بالماوس بالبكره او بالسكرول وابدا ان اصغر السايز، ونبدا نعمل الاجزاء دي كده بالشكل ده كده هنا كده. تمام بالشكل ده. طبعا انتوا لو بصيتوا على الريفرنس ده فالمفروض ان هو يبقى الدنيا هنا فيها يعني شويه شغل. فيعني لو جينا مثلا هنا كده وعملنا دي لبره شويه كده، وبعد كده دوست اف علشان انفرت الافكشن بتاع او البرش نفسها، بدل ما هي هتضيف هتشيل بالشكل ده. هدوس اف كمان مره عشان نرجع تاني ان احنا نزود نعمل حاجه بالشكل ده كده. طبعا احنا زي ما قلت لك احنا يعني لسه هنشتغل، لان طبعا محتاجين نكسر حتى السيمتري في الماسك، ان الجزء اللي هنا ده مش هيبقى هو الجزء اللي موجود الناحيه الثانيه. فايه بس احنا بس بنعمل ايه حاجه كده ايه مبدئيه، ونيجي نعمل بالشكل ده كده هنا حاجه بالمنظر ده كده. اوكي، وبعدين هاجي على النودز دي وادوس شيفت او، وهنكتب هنا كده دبل كليك نكتب ماسكس ونديها لون بالشكل ده كده. ده هيبقى المكان اللي فيه الماسك بتاعنا. اي ماسك احنا هنرسمه او هنعمله على السكين بتاعتنا هيبقى مكانه هنا. تمام. ولو لاحظتوا انا غيرت الباك جراوند في ال 3 دي، بدل ما كانت دارك خليتها دارك جراي، بان انا باجي على المكان الفاضي ادوس دي على الكيبورد واروح على الباك جراوند ونختار الكالر سكيم، بدل ما هي كانت دارك هنختار دارك جراي علشان نشوف الجايدز بتاعتنا
بصوره افضل شويه. واخر حاجه هنعملها هنا ان انا هاجي على الاتريبيوت بينت دي، وبدل ما هي اسمها عشوائي كده اتريبيوت بينت 2 هنخليها هيد ماسك بالشكل ده. تمام، يعني يبقى الكود كده احنا شايفينه من بره ديت الاتريبيوت بينت بتاعت الماسك، بدل ما هي تبقى مترقمه ترقيم عشوائي اللي احنا لسه هنكتر شويه الماسكات بتاعتنا فهيختلط علينا الامر يعني. بعد كده هدوس يو على الكيبورد، نروح على الهير يوتيليتيز واقول له كريت جايدز، وبعد كده نختار السكالب بتاعنا ندوس عليه بالماوس كليك، وبعد كده ندوس انتر فهيدينا الجايد جروم بتاعتنا بالشكل ده. نديها كلر وليكن باللون الاحمر ونخليها عندنا هنا كده. وزي ما انتم شايفين هو اول حاجه عملها ان هو عمل الجايدز على السكالب كلها، على الهيد كلها، مش ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين بس على الماسك اللي احنا رسمناه. فانا هروح من الدنستي هنا على اليمين هنا، واليمين خالص هنلاقي مكتوب حاجه اسمها نو اوفر رايد، فادوس عليها واغيرها لسكين اتريبيوت، واختار الماسك اللي انا عامله على السكين اللي هو اسمه هيد ماسك ده. كليك كده هيبدا ان هو يعمل لي الجايدز بتاعتنا على الماسك اللي احنا رسمناه بس. بعد كده من السيجمنتس هنكتر السيجمنتس شويه نخليها 20 لان انا هطول الشعر شويه، ونروح على اللينث نزوده بالشكل ده. تمام، انا عارف ان هو يبان اللي انت بتعمله ده، ولكن يعني خليكم معايا للاخر يعني. اوكي بالشكل ده كده. وبعدين لو جينا على الريفرنس بتاعنا اللي هو ده، خلينا نكبر كده الصوره شويه، هنلاقي ان الشعر مقسوم نصين، دي خط كده في النص. تمام، وفي عندي نص رايح كده وفي نص رايح كده. النص اللي نازل لتحت ده احنا لو رسمنا كده الجايدز بتاعتنا، في جايدز رايحه كده وفي جايدز رايحه بالشكل ده. الكيرف ده مهم جدا، انا برسم الكيرف ده مهم جدا لعيني ان انا هي تلقطه بالشكل ده كده. اوكي، والشعر من هنا رايح كده، الكيرف لبره، الكيرفتشر بتاعه لبره كده، وهنا نفس الكلام، وهنا نفس الكلام كده، وهنا بالشكل ده. ولكن اللي هنا ده الكيرفتشر نازل لتحت وبعد كده عامل زي اس شيب بالشكل ده كده، ودوت نازل لتحت هنا كده، وده بقى ايه رايح عند السوالف بالشكل. تمام، مهم جدا الكيرفات دي ان انا ارسمها قدامي علشان اتخيلها وانا بعمل الجايدز. وبعدين نروح على الطرف تاني ده، هتلاقوا ان الشعر هنا جاي طالع لورا بالشكل ده، في بامب شويه هنا كده. اوكي، ولو لاحظتوا ان هو الجزء اللي هنا ده الحته دي كده نايمه شويه، يعني نازله لتحت شويه، والجزء ده في بامب طالع لبره. انتوا بصيتوا هنا كده تلاقوا في بامب الحته دي كده، تحس ان هو جاي عامل كمان بالشكل ده كده، المنظر ده. اوكي، اخد في اعتباري ان الحته دي الكيرف فيه انحناء بالشكل ده. تمام، والكيرف هنا جاي مستقيم الى حد ما، فانا يعني اخلي كل الكيرفات وكل الانفورميشن ديت في ذاكرتي وانا شغال. من الديسبلاي دي ادوس على الديسبلاي از سب ديفيجن كيرفز دي، هطفيها، مش عايز ان هو يعمل لي موديفاير سب ديفيجن على الكيرفات لان هو ممكن تتقل لي شويه البروسيس وانا شغال، فمش عايزها. والديسبلاي كلر هخليه باللون الابيض كده. تمام، وبعدين في حاجه احنا ممكن نعملها قدام شويه يعني وانا شغال، ان احنا ممكن نزود الريلاكس iteration دي، بدل ما هي 5 ممكن نزودها مثلا نخليها مثلا 30 او 50 مثلا، بحيث ان هو يحافظ لي على المسافات ما بين الجايدز ويخلي المسافات متساويه. يعني دي انا حاجه انا عايزها، مش عايز ان هو يبقى يخلي في اماكن فيها جايدز وفي اماكن لا، يعني ممكن نسيبها زي ما هي كده 50 دلوقتي. ونبدا ان احنا نخش جوه الجايد جروم، دبل كليك، ده المكان اللي هنعمل فيه الجايدز وهنعمل فيه الجرومنج بتاعنا للجايدز بشكل كامل هنا كده. ففي البدايه هنيجي من الجايد بروسيس وهنروح على الكيرف ادفكت علشان نبدا نعمل الفرق في الشعر اللي احنا لسه شايفينه ولسه راسمينه من شويه ده. فبعد ما دوست على الكيرف ادفكت هينزل لي النودز، الفور نودز دول بالشكل ده كده، الدرو كيرف والميرور والفوليوم فيلوسيتي فروم كيرفز والجايد ادفكت. فاحنا في البدايه احنا مش عايزين ميرور، فهاجي على الميرور رقم 1 دي وهعملها ديليت خالص. وبعدين وانا الصوره قدامي اللي هي ديت، انا قدامي هنا في الشاشه الثانيه. تمام، هبدا ان انا ارسم الكيرفات بتاعتي. تمام، طيب احنا عايزين اول حاجه ممكن نبدا من تحت هنا كده ونصغر السايز ورا دي عشان ما يلبخناش واحنا شغالين. هاجي من هنا كده ونبدا نرسم الكيرف، ادي اول كيرف. بعد كده نبدا نعمل بقيه الكيرفات بالشكل ده. طبعا لو بصيتوا لو جينا على الدرو كيرف ده ورحنا على البروجكشن قلت له شو جايد جيومتري دي هشيلها بحيث ان انا ما يدينيش جيومتري تاني غير اللي موجود اصلا، ويقدر ان انا اشوف. ممكن برضو نعمل الجوست، الجوست دي هتلبخنا شويه فنسيبها زي ما هي كده. تمام، وهنيجي من ورا هنا ممكن نبدا نعمل كيرف لورا بالشكل ده، وكيرف هنا كده برضو. اوكي، نيجي من هنا نعمل الكيرف تاني بالحرف الاس كده. بعد كده الكيرفات اللي بعد كده تبدا طالعه، الكيرفتشر بتاعها منحني لفوق، وعايزين بقى النقطه اللي الشعر هيتقسم فيها. فلو جينا مثلا من هنا كده عملنا بالشكل ده اللي هناك. اوكي، جينا من هنا كده عملنا بالشكل ده، جينا من هنا عملنا بالشكل ده. اوكي، بعدين هنيجي من الحته دي نعمل كيرف بتاعنا لتحت بالشكل ده، ومن هنا لتحت بالشكل ده، نيجي من هنا نطلع لفوق وهنا لتحت، وهنا هنعمله لورا، او ممكن مثلا نيجي من هنا كده نعمله بالشكل ده كده، ومن هنا نرجع الشعر ده لورا كده. نيجي بقى نصلح الحته اللي هنا دي، نحاول ان احنا نعمل سيمتري لنفس الجزء اللي احنا عملناه هناك. فهنيجي نعمل هنا دي كده ودي كده، بعدين نعمل الاس كيرف رايح لورا، هنا الاس كيرف رايح لورا، بعدين كيرفات رايحه لورا بالشكل ده. هنلاقي ان في حته هنا الشعر بدا ان هو يتداخل فيها، فهنيجي بالكيرف ونبدا ان احنا نعمل الشكل ده لحد ما نفك الشعر من بعضه.
بعضه. الحته دي برده نفس الكلام، نعملها كده لحد ما الشعر يتفك من بعضه بالشكل ده. الحتت اللي فيها تداخل كده ممكن ان انا نعمل كيرفات اضافيه بحيث ان هي تساعد شويه في البارتيشن في الجزء ده. تمام. والحته دي احنا ممكن لو جينا من هنا كده ورجعنا الشعر لورا بالشكل ده نلمه هنا كده شويه، وهنا نفس الكلام نلم الشعر شويه بالشكل ده كده، وهنا نرجعه لورا. نحاول ان احنا نفك الترانزيشن ده شويه بشويه كيرفات كده، فده هيبقى شكل الجايدز بتاعتنا بالمنظر ده كده. تمام. اوكي. طبعا في مشكله شويه في الكيرف ادفكت. هما في مشكلتين عندنا. اولا الكيرف ادفكت نفسه الشعر تحس ان هو مكسر، مش قادر ان هو يظبط الشعر تمام بتاعنا، مش قادر ان هو يلم كل الشعر. فتعالوا نحل المشكله دي بطريقتين، نشوف هتتحل ازاي. لو رحنا على الفوليوم فيلوسيتي فروم كيرفز دي وزودنا الفوكسل سكيل شويه، هيبدا ان هو يلم الشعر بشكل مظبوط معانا بالمنظر ده. جميل جميل جدا. حاجه بالسهوله دي كده ما حدش يتخيلها. تاني مشكله عندنا ان الشعر هايش وطاير بره السكالب بتاعنا. تمام. فدي حاجه احنا محتاجين نعالج. بس لو جينا اول حاجه نعمل كنترول اس وهمسك دول كده نشدهم لتحت. بعدين في عندي نود اسمها ري. الري نود دي هي هتمسك الجايدز وتطبقها على السكالب بتاعي. فلو دوست هنا رايت كليك وكتبت ري، ندوس هنا كده كليك وعملناه هنا كده، هيقول لي required ray points or primitives. ديت الجايدز او البوينتس او البريميتيفز اللي انا هطبعها. فهنجيب الجايدز بتاعتنا بالشكل ده. وتاني اوبشن هيقول لي collision primitives اللي هو السكالب اللي انا هطبع عليه الانبوت الاولاني ده. فهنجيب الجايدز بتاعتنا بالشكل ده. هنعمل عليه ديسبلاي فلاج. لو بصيتوا هتلاقوا تقريبا ان هو مفيش اختلاف قوي، ولكن الدنيا بدات تكسر في الحته دي كده. ده ناتج لان الميثود هنا عندنا اسمها بروجكت ريز. انا لو غيرتها خليتها مينيمم ديستنس بالشكل ده، هلاقي ان هو مسك الجايدز حرفيا وطبعها على الموديل. لو طفينا الشو جايدد جيومتري كده نلاقي ان هو جاب الجايدز وخلاها مساويه تماما للسيرفيس بتاعنا بالشكل ده. حتى الحته اللي عند الودان دي مش مشكله، احنا هنصلحها يعني. بس ايه دي النتيجه اللي انا عايزها، لان انا بعد كده انا اللي هبدا ارفع الجايدز بالطريقه اللي انا عايزها. اوكي. وابعدها عن السكالب بتاعي. ولكن هنا هنيجي بقى نوصل دي بالجايدز كده بالشكل ده. هيجي عندنا كده في عندنا نود اسمها الجايد كولايد وذ سكين في دي بي. لو كده كتبنا جايد كولايد وذ في دي بي اهي ونحطها هنا كده. انا عندي مشكله هنا في الجايد كولايد في دي بي ده، ان هو بياخد وقت طويل جدا عشان يحسب النود دي، يعمل لها كالكوليشن. فالمشكله هتكون ان عندنا هنا من الجايد جروم اللي هنا دي الريست سكين في دي بي ديت، هو واخد الفي دي بي هو اللي عامله. دي اول مشكله. تاني مشكله ان الرقم بتاعها قليل قوي، صغير جدا. فده الفي دي بي ده مساحته جباره جدا، فعامل لي مشكله وهو بياخد وقت طويل جدا على الجهاز ان هو يحسب الفي دي بي. الحل للمشكله دي ان انا هاجي من الفي دي بي سورس ونخليها سوب جيومتري، واروح اختار من الاوبجكت ليفل بتاعي الهيد ريست، واختار الهيد في دي بي اوت واقول له اكسبت كده. بعد كده نخش جوه هنلاقي ان هو قدر ان هو يحسب النود بكل سهوله من غير اي مشاكل. تمام. طيب ايه اللي النود دي بتعمله؟ بكل بساطه انا هاجي على النود دي وعندي هنا حاجه اسمها البوش اماونت. اول ما هبدا احرك البوش اماونت ده هلاقي ان هو بيزق الجايدز او الكيرفات دي بعيد عن السكين او السكالب بتاعي. لو جيت حركت ده كده هلاقي ان هو بيحرك بالشكل ده. وطبعا انا اقدر اتحكم فيها بالكيرف ماسك بحيث ان انا اخلي الكيرف الروت يفضل ثابت على السكين والتيب هو اللي يتحرك بس، او اعكس، او لو عايز اغير العب في الماسك زي ما انا عايز اعمل كده يعني. ولكن احنا عايزين نزق كل حاجه بره الهيد بتاعتنا بالشكل ده. تمام. الفرق ما بين الجنب ده والجنب ده مش مظبوط قوي، فهنيجي على الدرو كيرف ونبدا نرسم كام لاين كده. هاجي بالماوس او بالبن ونبدا نعمل كام كيرف هنا كده. اوكي. وفي الجزء اللي قدام ده هاجي نعمل كيرفات نخليها مايله لقدام سنه بالشكل ده كده. وهنا نفس الكلام هاجي بالمنظر ده. نيجي من هنا نعمل كيرفات لتحت عشان نزود الفرق. نيجي هنا نعمل دول لفوق بالشكل ده، نعمل ده لتحت، ده لفوق، وهنا لتحت بالشكل ده كده. تمام. ويعني شويه ارتفاكتس كده هنحلها واحنا ماشيين في السكه. نيجي بقى لشويه تريكس كده جوه الهوديني، نبدا ان احنا نعلي الكومبلكسيتي بتاعت السيت اب بتاعنا. لو بصيتوا هتلاقوا ان الجزء اللي تحت ده من الشعر كله طويل، الشعر كله طول واحد. تمام. فاحنا عايزين نعمل حاجه شبه الجريدينت او زي ماسك كده من الزيرو للواحد، بحيث ان هو يدينا الجريدينت بتاع الشعر ده ان هو هنا قصير بعد كده طالع على طويل. يعني هو تقريبا المسافه من هنا كده لحد هنا كل ده قصير، وطبعا اللي ورا برده نفس الكلام قصير. احنا عايزين نعمل القصه دي جوه الهوديني. طبعا احنا ممكن نيجي بالسيت لينث او ممكن نيجي بالجايد جروم. نيجي بالجايد جروم وممكن نيجي جوه هنا كده ونعمل ادجاست لينث ونروح على البراش اوبشنز وهنخليها لو دوست على الميدل وعملت كده هيبدا ان هو يصغر كل الحاجات دي. تمام. ولكن دي مش حاجه براكتيكال، وحاسس ان هي ما فيهاش سماحيه شويه ان انا اغير فيها في اي وقت انا عايز، لان هو
الجايد جروم وانس ان انا عملت بيه اي اديت على الجايدز مش هقدر لا اعدل في العدد بتاعهم ولا اغير في اي حاجه. هو خلاص خد كاش كده من الجايدز ديت وخزنها عنده وبيبدا ان هو يعدل عليها. فانا مش عايز اعمل كده، عايزين نعمل بطريقه ما ماسك على السكن او على الجايدز بحيث ان هو يصغر لي الشعر اللي تحت ده كله بس لحد حته معينه. نعمل حاجه اسمها السورت، هدوس رايت كليك واكتب سورت بالشكل ده. السورت نود دي هي بتعمل سورتنج او تنظيم او ترتيب سواء لبوينتس او لبريميتيفز. معنى ايه؟ ان انا لو عندي عدد من الجايدز وليكن مثلا 1 2 3 4 مثلا كده، اقدر ان انا ارتبهم من الشمال لليمين 1 2 3 4 او ارتبهم من اليمين للشمال 1 2 3 4. الكونسبت ده بينطبق سواء على بريميتيفز مجسمات او بوينتس او نقاط جوه الهوديني. تمام، فده هي اللي بتعمله بالظبط. فلو جينا على السورت احنا دلوقتي عايزين ننظم الكيرفات دي. الكيرفات دي مش بوينتس، هي تندرج تحت البريميتيفز. فانا هاجي على البريميتيف سورت وهنروح على الويندو دي او الاوبشن ده، هقول له اعمل لي سورت بناء على فيكتور. الفيكتور ده انا اللي هحدده. تمام، طبعا انا مش هقدر اعمل لا في الاكس ولا في الواي ولا في الزد لانه دول اكسس، واحد عمودي واحد افقي والكلام ده، فمش هقدر اتحكم او اغير فيهم. فانا هاجي على الونج فيكتور وابدا ان انا لو انتم شايفين السهم دلوقتي باصص لفوق لان انا عندي هنا الواي 1 والاكس 0 والزد 0. ولكن لو جيت من الزد وخليتها سالب نص بالشكل ده كده، هيبدا ان هو يحرك اللاين ده ويميله لورا كده. وخليناها 0 تاني كده، واجي بالميدل كليك هنا كده وننزل تحت ونحرك ده كده بالشكل ده، حاجه بالمنظر ده كمان. خليها بوينت سالب 6 من 10 بالشكل ده كده. اوكي، طيب عشان نفيجواليز اللي احنا بنعمله ده او نشوفه عملي قدامنا واعرف هل هو فعلا شغال ولا لا، لو جينا تحت السورت وعملت حاجه اسمها اتريبيوت فوب، وهنوصل السورت بالاتريبيوت فوب دي وبعد كده نخش جوه. تمام، هنشرح اللي انا هعمله ده، يعني نوسع لنفسنا شويه هنا كده. احنا دلوقتي عايزين نعمل بطريقه ما ماسك او نقول للهوديني رتب لي بناء على الترتيب اللي انا مديهولك بالسورت ده بالسهم اللي هو كان موجود هنا ده كده. اديني البريميتيفز او الجايدز اللي موجوده هنا، اديها رقم مثلا 1 مثلا، واخر جايد عندي هنا مثلا وليكن رقم مثلا 200 خلاص. وفي ما بينهم بقى يعني في ما بينهم كده انت بقى ادي بقى 2 3 4 لحد ما يوصل لحد 200. تمام، طيب هعمل كده ازاي؟ هنيجي وليكن مثلا احنا عندنا 10 جايدز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ولو رقمناهم كده ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مش عارف ايه السبعه دي بس يعني تمام. اوكي، كل واحد من دول اسمه البريم نم. تمام، اللي موجود عندنا هنا. اوكي، وعددهم كلهم على بعض اللي هم ال10 اللي هو من 1 لحد 10 كلهم اسمهم النم بريم. اوكي، اللي هو موجود عندي هنا ده. اوكي، البريم نم هو رقم لكل بريميتيف. النم بريم اللي هو النمبر اوف بريميتيفز اللي هو عددهم كلهم على بعض اللي هو في الحاله دي 10. تمام، فانا محتاج ان انا اقسم القيمه دي على القيمه دي بحيث ان هو كل كيرف يديني قيمه عشريه، وهنريبليكيت او هنخلي القيمه العشريه دي تتحكم في ماسك من الابيض للاسود. لو جينا كده ادي الواحد اول بريميتيف او اول جايد، واحد هنقسمه على 10 هيدينا 1 من 10، الثاني 2 على 10 هيدينا 2 من 10، وهكذا لحد لو جينا على التسعه 9 على 10 هيدينا 9 من 10، وال10 على ال10 هيدينا 1. فانا دلوقتي عندي جريدينت او عندي قيم من ال1 من 10 لحد ال1. ولو خلينا ديت بلاك مثلا وخلينا ده وايت، هيبدا ان هو يديني جريدينت من البلاك للوايت، واقدر ان انا افليب الكيرف برده معايا بحيث ان انا اخلي مثلا لو انا عايز اخلي ده بلاك او ده البلاك ايا كان، دي حاجه نقدر نعملها بسهوله يعني. ولكن الفكره ان هو ادانا بناء على القيم دي جريدينت من البلاك للوايت، وهقدر ان انا اتحكم في الماسك بتاعي على البريميتيفز دي. فلو جينا من البريميتيف نمبر، لو طفينا كده الرسومات دي، لو بصينا على بريميتيف نمبر هنا هنلاقي ان هو كاتب بريميتيف نمبر بريم نمبر اللي هو الاختصار بتاعه، وجنبيه حاجه اسمها انتجر او انتجر اللي هو القيم الصحيحه 1 2 3 4 ايا كانت الرقم. فانا محتاج ان انا احوله لقيمه عشريه اللي هي 1.0 1.1 ايا كان القيمه. فهنيجي على البريميتيف نمبر ونشد كده خط وادوس تاب واكتب انتجر تو فلوت، انتجر تو فلوت، والت وكليك ونسحب وناخد البريميتيف نمبر هنا برضو، وهناخد الاثنين دول نعمل لهم ديفايد. فهاجي على ده وتاب، نكتب تاب واكتب ديفايد ونديفايد ده على ده، يعني نديفايد البريميتيف نمبر على النمبر اوف بريميتيفز. وبعدين لو اخدنا الديفايد ده وحطيناه في الكلر بالشكل ده كده، معرفش هتبقى ملحوظه ولا لا، ولكن لو بصيتوا هتلاقوا ان فوق في بطريقه ما عندي هنا اسود الحته دي والحته دي ابيض. تمام، الحته دي اسود برضو والحته دي ابيض. طيب علشان نقدر ان احنا نفيجواليز الموضوع ده بطريقه افضل، هاجي بعد الديفايد وهنعمل رام بارامتر، وهنوصل الديفايد ريزلت للانبوت هنا، وهنحول بما ان ده فلوت هنحول الرام تايب ده لفلوت، وهنوصل ده هنا كده. اوكي، لو طلعنا بره هنلاقي ان الكلر كله على بعضه بقى لونه اسود، الكيرف كله بقى لونه اسود
بالشكل اللي قدامنا ده. تمام. طيب لو جينا عندنا هنا كده وجينا على الرامب دي ورفعنا الشكل ده كده، رفعنا الابيض ده وعايزين نعمل شويه كونتراست ما بين الاسود والابيض، لو بصيتوا نعمل كده نوصل المسافات بالشكل ده كده، هنلاقي ان الجزء اللي فوق ده كله بقى لونه ابيض خلاص، والجزء اللي تحت ده لونه اسود. واقدر ان انا اجي من هنا نزق كيرف بتاعنا شويه لتحت ونزق الابيض معانا فوق، فنعمل الحدود ما بين الابيض والاسود نخليها شارب قوي بحيث ان هي تبقى بالمنظر ده كده. تمام. طيب تعالوا نرجع الكيرف زي ما كان، فهنرجع القيمه دي هنا كده ونرجع القيمه دي هنا كده ونشوف احنا عايزين نقدر ان احنا نستفيد بالكيرف ده ازاي. هاجي هنا اعمل set length ونوصلها بالشكل ده، وهوصل اتريبيوت فوب ده للست لينث دي. اوكي. بعدين هنروح نعمل ديسبلاي فلاج على الست لينث، ومن الماسكينج هرجع هنا على الانبوت ماسك والبلند، وهخلي الماسك بناء على الجايد اتريبيوت اللي انا عملته. ولكن احنا لو بصينا مش هنلاقي اي انتريز، مش هنلاقي اي ماسك لسه موجود. ليه؟ لان من الاتريبيوت فوب ده انا موصل الريزلت بالسي دي اللي هو الكلر. تمام. لو بصيتوا تحت كده هتلاقي مكتوب سي دي كلر، فاحنا مش عايزين نعمل كده، احنا عايزين نخرج الريزلت ده في صوره اتريبيوت اقدر ان استخدمه. فعلشان نخرج الريزلت باجي بعد الرامب في اخر النودز عندي خالص واعمل تاب واكتب بايند اكسبورت، وهنسمي دوت مثلا السايدز شورت ماسك بالشكل ده. تمام. وبعد كده نطلع بره وهنيجي على السيت لينث دي ونروح على الجايد اتريبيوت نلاقي السايدز شورت ماسك موجود عندي هنا. بعدين هنروح على الاوبريشنز وهنخلي المود عندنا ملتبلاي، وهنقلل الفاكتور نخليه مثلا 0.1 بالشكل ده. لو بصيتوا هتلاقوا ان الكيرفات اللي فوق هي اللي صغرت، يعني لو قللنا مثلا ديت خلينا مثلا 0.01 كده هنلاقي ان الكيرفات اللي فوق هي اللي صغرت، ولكن الكيرفات اللي تحت ما حصلهاش اي حاجه. ليه؟ لان انا عندي هنا الكيرف ده مقلوب، فهرجع لو عملته كده قلبته كده بالشكل ده هنلاقي ان الكيرفات اللي تحت دي هي اللي صغرت واللي فوق حافظ عليه زي ما هو. تمام. لسه ستيل برضو عندي الحتت دي محتاجه تتظبط شويه، الحتت اللي هي في الودان دي محتاجه ان هي يعني تتاثر ونبقى شكلها مظبوط. يعني ممكن نحلها بالجايد جروم، ان انا لو جيت عملت جايد جروم هنا كده وحطيت تحت هنا الجايد جروم كده واجي على السكالبس وهنختار الجايدز اللي هي بايظه دي بالشكل ده كده مثلا. تمام. ممكن احنا نشيل دول، ممكن نضيف ده، هدوس انتر وبالسكالبت هنعمل كده. ولكن انت لو بصيتوا لو اول ما جيت عملت سكالبت هتلاقوا ان الروت ده خرج لبره من اول كليك، اول كليك عملتها هنلاقي الروت ده خرج لبره، لان انا عندي هنا الري بايس ده كبير جدا، فلو زودنا زيرو كده وجينا عملنا بالماسك هنلاقي ان هو بالسكالبت هنلاقي ان هو مش ما فيش اي مشكله. وهنيجي نعمل وليكن مثلا سكالبت بالشكل ده كده، هنلاقي في حتت جوه هنا رخمه شويه مش قادر ان هي تخرج. فلو جينا بالبرش طفينا الكولايد وذ سكين دي وعملت برش كده لبره، نرجع نجيب الزاويه دي نعمل برش لبره كده هيخرج لنا الجايدز دي، واجيب السكالبت نشغل الكولايد وذ سكين وابدا ان انا احرك الجايدز لجوه بالشكل ده، حاجه بالمنظر ده كده. انا ممكن طبعا ان احنا نصلح بقى الجزء اللي تحت ده، ان انا اروح نعمل عليه نشيل دول ونختار بس الجزء اللي تحت ده ونعمل له سكالبت لبره كده مثلا، نحرك دول هنا كده. يعني انا بعدلهم بس كده بسرعه عشان اوريكم ازاي ممكن يتعدلوا، ولكن انا مش هعمل الجايد جروم دلوقتي لان انا لسه ما خلصتش موديفايرز الشغل على الشعر، فانا مش عايز ان هو يكاش الريزلت وما اقدرش ان انا اتحكم في طول الشعر. لو انا مثلا عايز اطول الشعر اكتر، عايز اقصره اكتر، عايز اظبط فيه اكتر من حاجه، فانا يعني مش عايز ان انا هو يبقى حاكمني ان هو خد كاشنج للشعر مش قادر انا اعدل عليه. فهنسيب الجايد جروم دي لاخر مرحله تحت خالص، فهدلتها ونبدا ان احنا نشوف السيلويت بتاع الهير. احنا عندنا ده اللي هو الجزء اللي فوق ده فيه بامب شويه، الحته دي فيها بامب شويه لفوق كده، فاحنا عايزين نعمل القصه دي. ونفس الكلام برضو هنا فيه شويه بامب كده، عايزين نشوف هل نقدر نعمل الموضوع ده ولا لا. هنيجي بعد الجايد بروسيس ده وهنجيب السورت والاتريبيوت فوب دي نجيبها هنا كده بالالت ونسحب ونوصل دي في دي كده، وبعد كده نخش جوه الاتريبيوت فوب ده وهنسمي ده الليفت ماسك. بعدين هنطلع بره، والسورت ده انا عايز دلوقتي يبقى فيه، لو جينا من الفيو ده كده عايز يكون فيه لاين جاي كده خلاص، وبناء على اللاين ده اقرب primitives ليه هيبقى لونهم احمر. بعد كده يبدا ان هو يفيد السلكشن بتاعنا، وبناء على السلكشن ده هنبدا ان احنا نعمل بند او نعمل ديسبليس للكيرفات دي بحيث انها تطلع لبره. فهنيجي من السورت ده وهنخلي دي كده، وبعدين هنقلب الواي بدل ما هي واحد هنخليها -1 بحيث انه يبقى السهم لتحت. ولو جينا من الاكس حركنا كده، ولو جينا من الزد حركنا بالشكل ده كده. تمام. فالماسك بتاعنا يبقى كده او السهم بتاعنا يبقى
جاي بالشكل ده، ودي تبقى جايه كده هنا كمان. فلو بصينا على الليفت ماسك هنلاقيه بالشكل ده كده، ده اللي باللون الاحمر واللي باللون الاصفر هيبقى متاثر شويه، وبعد كده اللي باللون الازرق تحت خالص دول مش هيبقوا متاثرين خالص. وممكن ان احنا نجيب الماسك بتاعنا كده بحيث ان هو ما ياثرش على كل دول، بس ياثر على شويه الصغيرين في الاول دول. تمام. بعدين هنيجي بالجايد بروسيس، نكتب جايد بروسيس ونحطها هنا كده في التري بتاعتنا، ونوصل دي في دي كده، وهنخلي بند، نعمل لها بند. وبعدين هنخلي الزاويه، لو بصينا كده الزاويه كده طول كل ما ازودها هتلاقي ان الجايدز تخش لجوه، لو عملناها لبره كده تبقى الجايدز تطلع لبره بالشكل ده. ممكن نخلي الانجل مثلا 180 او 360 مثلا حاجه، لا 180 كويس. تمام. بعدين هنيجي على الكيرف ماسك وهنفليب الكيرف بحيث ان هو ياثر بس على الروت ويسيب التيب زي ما هو. وبعدين هنيجي على البلند ونقلل البلند شويه، ممكن بس نطفي الليفت ماسك ده عشان نشوف احنا بنعمل ايه، نشغله تاني عشان نشوف الجريدينت بتاعنا رايح فين. اوكي، هو مأثر على كل حاجه لان انا اصلا لسه ما عملتش الماسكينج ده. من هنا نيجي من البلند اقول له جايد اتريبيوت ونعمل ليفت ماسك بتاعنا بالشكل ده كده. تمام المنظر. ولو جينا تحت البلند وعملنا جايد بروسيس تاني ونخليه برضو يأثر على نفس المكان على نفس الماسك، ولكن احنا عايزينه برضو الكيرف ماسك ده كده، ونفليب الكيرف وهنخلي الدايركشن بدل ما هو -1 في الزد هنخليه 1 بالشكل ده، ونيجي بقى كده نشوف هل هيدينا الافكت اللي احنا عايزينه ولا لا. ممكن نيجي على ده ونشيل البوينت دي ونخلي ده كده هنا بحيث ان هو ما يأثرش على الروت، ما يأثرش على التيب ويأثر بس على الروت. فلو جينا على دول كده وعملنا لهم باي باس فده هيبقى من غيرهم وده بيهم بالشكل ده كده. وممكن طبعا احنا هنبدا ان احنا نزود على الشكل ده بالجايد جروم ونبدا نظبطه. تمام. ولكن هنقدر نوصل بنسبه كبيره للوك اللي احنا عايزينه بالبروسيجر تولز بتاعت الهوديني من غير ما اعمل اي حاجه، بحيث ان انا مثلا وانا شغال لو طلعت بره هنا وجيت على الجايد جروم دي وحسيت ان الجايدز دي عددهم كتير قوي وعايزين نقللهم، فممكن مثلا نخلي دي 1000 مثلا كده، فيبداوا ان هم يقلوا معايا بالشكل ده. عايزين نزودهم من هنا، عايزين نزودهم اكتر فهنزودهم بالشكل ده، واقدر ان انا اغير في عددهم لحد دلوقتي زي ما انا عايز. تمام. فتعالوا نرجعهم زي ما كانوا بالشكل ده كده. لو بصينا على الريفرنس بتاعنا هنلاقي ان هنا في بوينت كده نزل تحت، والكيرف بتاعنا جاي بالشكل ده كده، وفي هنا جزيره هنا كده بعدين بالشكل ده كده، ونفس الكلام الناحيه التانيه. اوكي، ولكن ده مش حاصل عندنا هنا. لو بصينا على اللي احنا عاملينه هنا ده مش ده اللي هو حاصل، فانا محتاج ان انا اخش من الجيومتري ونخش على البينت ده ونبدا ان احنا نرسم الماسك مظبوط. فهنخلي ده هايت كده، هاجي من هنا نعمل الماسك لجوه بالشكل ده كده، ندوس اف، بعد كده ندوس اف كمان مره عشان نشيل، ندوس اف عشان نزود، ندوس اف علشان نشيل. لو عملنا شو اول وطلعنا بره يبقى بالشكل ده كده. تمام، جميل جدا. خش بقى جوه على الجايدز وهنيجي بقى بالجايد جروم، جايد جروم ونعملها هنا كده. طبعا انا اول ما بعمل ديسبلاي فلاج عليها بلاقي ان الكيرفات بتاعتي بقت تخينه شويه، فانا لو جيت من الويدث ديت كده ويقللنا الويدث بتاعنا خلينا بالشكل ده يبدا ان هو يقل يبقى شبه الطبيعي. تمام، نبدا بقى نصلح المشاكل اللي هنا. فهنيجي بالسلكت وهنسلكت دول كده، ندوس انتر وهنشيل بس دول، هدوس سي ونروح على البرش ونختار البرش وهنشيل الكولايد ونبدا ان احنا زي ما عملنا نعمل لهم برش كده، وبعد كده سي ونسحب على السكالبت نزقهم لورا خليهم يكولايدوا مع السكين والري بايس ده. لو بصيتوا انا اول ما بعمل الجايدز هلاقي ان هو بيعمل الكولايد بتاعي مع السكين بعيد شويه. يعني لو جينا كده هلاقي بصوا هلاقي الجايدز دي خرجت لبره بالشكل ده كده، فانا محتاج ان انا الري بايس ده يبقى قليل شويه بحيث ان انا لما اجي اعمل بالسكالبت ما يرميش الجايدز بعيد عن السكالب بتاعي، واقدر ان انا اعمل سكالبت ليهم بطريقه كويسه بالشكل ده كده. تمام، طبعا في هنا جايدز او جايد بايظه، فهنيجي بالبرش ونشيل الكولايد ونزقها لبره، بعد كده نيجي بالسكالبت ونشغل الكولايد ونعملها معانا بالشكل ده كده. والجايد دي نفس الكلام، والجايدز دي ودي كده ودي مع دي نزقهم لورا، ودي نفس الكلام. هنيجي بالبرش ونعملها لبره طبعا بايظه، هنيجي نشيل الكولايد ونيجي على السكالبت بالشكل ده، نشغل الكولايد بالشكل ده كده. ولو شلنا الجروب وجينا بالكات نصغر السايز ونعمل كات لدول كده، نيجي بالسكالبت ونزقهم لجوه شويه بالشكل كده، نيجي من الزاويه دي ونزق كل دول لجوه بالشكل ده كده. ولو جينا على دول دي ودي ودي وجينا عملنا لهم ديليت، فهنديليت دي ونديليت دي ونديليت دي وكمان نعمل ديليت لدي. تمام، نصلح الناحيه الثانيه، نيجي على دول سكالبت او خلينا اول حاجه بالبرش نشيل الكولايد
كبر السايز ونزقهم لورا كده بالشكل ده. بعد كده نجيب السكالبت كل دول لورا ونشغل الكولايد دلوقتي ونزقهم كده على السكين بالشكل ده. نبدا بقى نصلح دول، دي ودي 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 وهذه وهذه ودي كمان ترجع لورا. نجيب البرش كولايد نشيله، بعدين نيجي كده نزق دول لورا، نجيب السكالبت نشغل الكولايد ونزق دول لورا كده. ومحتاجين برضو نجيب الجايد دي ونجيب الجايد دي والجايد دي دول وهنزقهم بالشكل ده كده، حركهم لورا بالشكل ده. تمام. بعدين هنيجي بالكات نشيل بس السلكشن واجي هنا بالسي ريموف كات وهنكت شويه جايدز بالشكل ده كده. ولو جينا بالسكالبت وهنبدا ان احنا ممكن نشيل الكولايد دلوقتي، وانا عايز اخرج دول لبره شويه، نديهم بامب بنيس كده لبره، نشغل الكولايد وهنزق دول لجوه. ممكن نزود ثيكنس شويه، طبعا هم لونهم اسود فانا مش شايف منهم اي حاجه، فانا ممكن لو جينا بالريسامبل نود هنا كده وهنطفي الماكسيمم سيجمنت لينث وناخد حاجه اسمها الكيرفيو. لو جينا بصينا عليه كده هنا اللي هو بيدينا حاجه بالمنظر ده كده، انديكيتور كده نقدر ان احنا نلون بيها الجايدز. فنيجي بعديها بكلر نود تحتيها ونحط رامب فروم اتريبيوت، وهنختار الاتريبيوت بتاعنا الكيرفيو. نيجي من هنا كده نختار وايت ووتر ونشيل الكيرفيو. هنلاقي ان هي لسه مش متطبعه مفيش لون، لان انا لو رحت على السيت دايركشن هنلاقي ان هو في هنا فيجوالايز ماسك هنشيله، فهيبقى مظبط لنا الدنيا كده. نرجع بقى على الجايد جروم تاني ونزق دول لبره، نزق دول كده لجوه. طبعا بعد ما بخلص ممكن نلاحظ ان الدنيا شويه مكسره، فممكن نيجي بسموث نود هنا كده ونحطها بالشكل ده، تبدا ان هي تدينا نعومه شويه. ممكن نزود السترينث بتاعها ونقلل الفلتر كواليتي. طبعا لو قللنا الفلتر كواليتي هيقلل السموثنس خالص او يزود السموثنس قوي، فمش عايزين كده، لازم تبقى كده وايه بالشكل ده. فده من غيرها وده بيها. تمام. ادتنا شويه سموثنس يعني. نيجي برضو على الجايد جروم ونبدا ان احنا نظبط الاوتلاين بتاع الهير. وممكن نيجي بالكلامب نجرب كده، نيجي على البراش اوبشنز ونخليه بيربوينت. مثلا لو حبينا ان احنا نعمل كلامب هنا كده على دي، ومثلا الجزء ده برضو نعمل له كلامب بالشكل ده كده، بحيث ان هو يبقى لامم المنطقه دي شويه. ده برضو نفس الكلام الحته دي بالشكل ده كده. ولو دوسنا سي وجبنا السكالز نطلع برضو البروفايل ده من هنا كده، لو الاوتلاين بتاع الشعر من هنا كده، ومن هنا برضو نديله شويه بند او كيرف كده بحيث انه يبقى شكله كويس. طبعا وانا بشد كده، هو لو بصيت وانا بشد بالشكل ده هو بيحرك الشعر معايا من هنا، فانا مش عايز كده. تمام. فانا هنكنترول زد الحاجات دي كلها، وهاجي من هنا ما اعمل الكونسترين لينث دي هطفيها، ويخليه يقول لي مينتين ايفن لينث سيجمنتس، بحيث لما اجي اشد الشعر هو هيحافظ على التب زي ما هو، ولكن هيطول الشعرايه من هنا، فهتبقى لذيذه بحيث ان هو يحافظ على الشكل بتاع الشعر وما يجيش ناحيه التب بتاع كل شعرايه ويبوظ لنا الشكل. تمام. بالشكل ده كده. نرفع الحته دي شويه، ودي برضو من هنا برضو نفس الكلام. الاتنين دول طايرين فممكن احنا نختارهم كده ونزقهم لجوه. نفس الكلام على الاتنين التانيين او التلاته دول، حركوا كده بالشكل ده كده. تمام. ونشيل الجروبنج وبعدين نبدا ان احنا نظبط. يعني بتبص على الاوتلاين بتاع الشعر من كل اتجاه كده، بحيث ان هو لو في اي حاجه في السيلويت بتاعته مش مظبوطه نبدا ان احنا نحاول ان احنا نظبطها يعني بالشكل ده كده. ودي برضو نعملها كده تحت شويه، نرفع دي لفوق سنه صغيره يعني حاجه بالمنظر ده كده، ودي ننزلها لتحت شويه. تمام. في حتت هنا فيها فراغات شويه، فانا لو جيت بالبلانت وخلينا المود سنجل وجينا دوسنا هنا كده كليك 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 كده، يملى لنا الحتت دي. نقعد ندوس كده كليكس كده عشان يملى الحتت دي. طبعا هو دلوقتي بيملى بناء على الانتربوليشن بتاع الجايدز بينهم وبين بعضها، ولكن انا لو عايزه يعمل انبوت للجايد بشكل معين بختارها الاول، بعد كده بدوس كليك فهو بيبدا ان هو يكوبي مكانها. تمام. وليكن مثلا عايزين شعريه طويله من هنا نحطها تحت هنا كده، فمثلا هنسلكت الشعريه الطويله دي كده واجي هنا اعملها بالشكل ده فيعملها لي بالمنظر ده كده. تمام. لو احنا عايزين يعني الاوبشن ده، يعني لو مش عايزين بشيل اي سelection من هنا وابدا ان انا اعمل الجايدز بتاعتي يعني حاجه بالشكل ده كده. لو بصينا على السيلويت بتاع الشعر هنلاقي ان هو الجزء اللي تحت ده خلاص احنا طبقناه، ولكن لو بصينا من هنا كده هنحس ان هنا الحته دي لوحدها. تمام. وبعدين عندنا الجزء ده واخد كلامب لبره شويه كده، وعندنا الحته دي برضو تحس ان هي جزء لوحده كده. هتلاقي ان الجزء ده يعني في لو قسمناه كده القطع لان هي ديت لوحدها ودي طالعه لفوق شويه ودي مفصوله عنها، وبعدين هنلاقي ان الحته دي برضو لوحدها كده، وبعدين جزء ده. تمام. فاحنا عايزين نطبق نفس الحاجه دي عندنا هنا،
فلو جينا من الجنب ده كده خلاص، وعايزين بس نشد دول لبره شويه، نشد دول كده لبره تمام. لو بصينا من الجنب ده احنا ممكن نعمل سيلكت لدول انتر وبعدين نطلعهم لبره شويه. لو بصينا من هنا كده نبدا ان احنا ايه نزقهم لبره سنه صغيرين بالشكل ده حاجه كده تمام. بعدين نروح على السلكشن ونبدا ان احنا نسلكت اللي بعديه. ممكن طبعا هنا في الهوديني في عندي اكتر من سلكشن مود، في عندي اللي هو البوكس وفي عندي اللاسو وفي البرش وفي الليزر سيلكت. فخلينا نجرب كده اللاسو برضو ديت F3 والبوكس F2، فخلينا ندوس كده F3 نجرب كده الحاجات الحلوه دي. لو عملنا كده بالشكل ده ندوس انتر بعدين نحرك ده، يعني نحاول احنا ايه نعمل شبه الكلامبس كده بس ايه مانوالي شويه، ويساعدنا الكلام ده في الجنريت بتاع الهير قدام شويه تمام. وممكن اجي بيه بسم الله فين الكلامب اهي تمام. احنا اوريدي عاملين بير بوينت فنعمل كده يجمعهم لي بالشكل ده كده. بعدين نجيب السكالبت نزق دول لفوق شويه كده. بعدين نجيب السلكشن هنسلكت اللي بعديهم باللاسو برضو نسلكت شويه كتير كده حبه حلوين يجي 5 كيلو بالشكل ده. طبعا هو عمل سلكت لكل حاجه هنا، فهاجي بالالت بالكنترول اقصد ونشيل دول من الحسبان علشان ميبقاش في اي حاجه ورا. وندوس انتر نكبر السايز ونبدا ان احنا ايه نحركهم لقدام شويه كده، نشد دول لورا نجيب الكلامب نكلامب دول، نجيب السكالبت ونعمل البامب بتاعتنا نحرك دول كده واتاكد ان انا من كل الزوايا مفيش اي مشكله والشعر كله انسيابي مع بعضه. بعدين نجيب السلكشن تاني ونختار مثلا دول كده معاهم دول، اتاكد ان مفيش حاجه ورا كنترول كده ونشيل دول وندوس انتر ونبدا ان احنا نخلي دول فيهم بامب شويه من هنا كده. شغل الجرومينج ممتع ولكن محتاج صبر ومحتاج تمشي بسيكونسز كده بحيث ان هو الشيب نفسه ما يجليش مننا وما يبصش والواحد ما يطلعش ريزلت وحشه. وبالذات في الهوديني الواحد محتاج ان هو يبذل مجهود شويه في الكلامبس يعني في الجايدز اقصد، بحيث ان هو تطلع معاه في الجنريت هير الريزلت بسرعه. يعني معظم الشغل جوه الهوديني بيتم على الجايدز واخد وقتنا فيها علشان نقدر ان احنا نطلع شكل هير لذيذ تمام. وممكن بقى نرجع نسلكت شويه اللي ورا دول وليكن دول كده، نتاكد ان مفيش اي حاجه ورا تمام. ندوس انتر ونعمل لهم كلامب سكالبت حاجه بالشكل ده كده تمام. وممكن ان احنا لو جينا على طبعا بالسلكت انا هرجع تاني للبوكس ونسلكت ده كده، ويعني هبدا احرك شويه الجايدز دي ودي بحيث ان هي تدينا شبه الكلامب كده هنا، ودي ناخد كده الاس شيب اللي احنا كنا قلنا عليه. نعمل نفس الكلام كده الناحيه الثانيه، ناخد دي ونحركها لبره شويه وناخد دي ننزلها لتحت كده، ناخد دي مثلا ننزلها بالشكل ده حاجه كده. ولو شلت السلكشن انا جاي من الحته دي كده حاسس ان هي ملاصقه قوي للجسم او للسكالبت، فنزقها لبره شويه سنه بسيطه يبقى في فوليوم شويه للجايدز هنا كده. وهنا برضو نفس الكلام يعني نزود شويه فوليومز كده للجايدز خليها بره الهيد شويه تمام. كده الى حد ما احنا خلصنا الجايدز، ولو في اي تعديل هنعمله هنرجع لها تاني. هنوقف لحد كده في الفيديو ده، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدا نعمل الشعر ونوصل للوك النهائي بتاعنا. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.